فيديو النهارده هحسب لك سعر الايفون 16 برو ماكس وتكلفته كام على شركة ابل وبيتباع بكام في السوق العالمي، وهقول لك كمان بعد التكلفة الجمركية اللي فرضها الرئيس ترامب بعد كده هيبقى الايفون ده بكام. يلا ندخل في الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى. في فيديو النهارده هكلمك عن الايفون 16 برو ماكس زي ما قلت لك، وهقول لك تكلفته كام واقفه على شركه ابل ذات نفسها، وبعد كده السعر المتراوح في السوق اللي انت عارفه عالميا من 1100 دولار ل 1200 دولار. طب هو التليفون ده واقف كام على شركه ابل اصلا؟ وهل نسبة مكسبها أو نسبة الربح بتاعت شركة أبل هي إيه؟ بس الأول خلينا أفصص لك التليفون حتة حتة وأعرفك كل حتة في الجهاز ده متصنعة فين بالظبط وتكلفتها إيه بالملي. أول حاجة هكلمك عنها ألا وهي المعالج، والمعالج ده بيتم تصنيعه في تايوان، وتكلفة المعالج ده في تصنيعه بتتكلف في التليفون الواحد 90 دولار 85 سنت. ده كان أول بند معانا المعالج. وتاني حاجة المودم ال 5G الخاص بالتليفون ال 16 برو ماكس، وده بيتم تصنيعه في كوريا الجنوبية وتكلفته 26 دولار 62 سنت. وتالت حاجة من أهم مميزات التليفون الشاشة، والشاشة بتتصنع في كوريا الجنوبية برضه وتكلفتها 37 دولار 97 سنت. أقاويل كتير بتقول إن الشاشة بتاعت الموبايل من سامسونج، وأقاويل تانية بتقول إن الشاشة بتاعت الموبايل من LG، اي يكن سامسونج او LG، وانا ارجح ان هي سامسونج. فتصنيع الشاشه بيكون في كوريا الجنوبيه. ورابع حاجه الذاكره العشوائيه اللي هي الرام، ودي بيتم تصنيعها في امريكا ذات نفسها في الولايات المتحده، وسعرها بيكون 21 دولار 8 سنت. خامس حاجه واهم حاجه واغلى حاجه في الايفون كله الا وهي الكاميرات، خاصه الكاميرات الخلفيه. الكاميرات الخلفيه بلدها بتكون اليابان، وطبعا زي ما انت عارف ان ادام قلنا اليابان يبقى انت عرفت ان الشركه المصنعه على الكاميرات بتاعه الايفون الا وهي شركه سوني، وتكلفتها بتبقى 126 دولار 95 سنت، يعني قول 127 دولار. دي اغلى حاجه في الايفون كله هتقابلها. وسادس حاجه وارخص حاجه الا وهي البطاريه، وبتتصنع في الصين ب 4 دولار و1 سنت. والسابع حاجه ومن اهم الحاجات وحده التخزين الذاكره الداخليه ال 256 512 1 تيرا، ودي بتتصنع في اليابان وتكلفتها 20 دولار 59 سنت. اما بقى تامن حاجه وده الهاوسنج، البودي بتاع التليفون اللي هو الفريم بتاع التليفون اللي شايل ده كله، وده بيتصنع في تايوان وبيتكلف 20 دولار 79 سنت. اما بقى المكونات الاخرى بقى بعض الايسيهات على مش عارف فلاش على مش عارف ايه، دول المكونات دول تجميعتهم كلهم باقي التليفون بيتكلف تقريبا 200 دولار. طيب سؤال، ليه شركه كبيره زي شركه ابل بتجمع في الصين وبتجمع في الهند وبتجمع في فيتنام؟ ده يا صديقي بكل بساطه الايفون لما بيتجمع في الصين الايفون الواحد بيقف تجميعه كامل على شركه ابل من الصين ب 30 دولار فقط. اما لو الموبايل ده هيتجمع في امريكا فتكلفه الموبايل الواحد هيقف على امريكا ب 300 دولار. ده عشان خاطر الباشا اللي عايش في امريكا الايد العامله بتاعته غاليه، فعشان تصنع تليفون ايفون 16 برو ماكس في امريكا التقفيل بتاعه في امريكا هيتكلف 300 دولار، اما في الصين 30 دولار، فيتنام حوالي 25 دولار، والهند من 18 دولار ل 20 دولار. فعشان كده هم بيصنعوا او بيقفلوا في دول تانية. كده يا صديقي الايفون ال 16 برو ماكس وقف على شركة ابل حوالي 549 دولار او 550 دولار. طبعا ده سعر النسخة ال 256 اللي احنا بنتكلم عنها حتى الان. طيب ازاي 549 دولار او 550 دولار وهو بيتباع ب 1100 دولار او 1200 دولار؟ بص يا صديقي، لان انت لسه في حاجات تانية انت ما ضفتهاش. ما ضفتش الرسوم الجمركية على التليفون، وما ضفتش الشحن والتفريغ والنقل من دولة لدولة، وكمان ما ضفتش الدعاية اللي بتتصرف على التليفون، العلبة اللي بتتعمل بيها اللي بتحط فيها التليفون، الاكسسوارات اللي بتنزل مع التليفون اللي هو الكيبل يعني، كمان عندك عمالة كمان. فهتبص تلاقي ممكن ابل كسبانه لها مثلا في الايفون ابو 1200 دولار من 200 دولار مكسب ل 300 دولار مكسب، عشان نبقى متفقين مع بعض. طيب ما تيجي نحسب زيادة الاسعار لما القرار بتاع ترامب ده لو اتنفذ الايفون ده هيوصل لكام، وقيس عليه حاجات تانية اخرى كتير جدا. تكلفة الرسوم اللي عايز يفرضها ترامب هيوقف تكلفة الرسوم على شركة زي شركة ابل اعلى من ثمن تصنيع الايفون ذات نفسه، يعني تقريبا هتبقى الرسوم 687 دولار و1 سنت. لو ضفت ال 687 دولار وال1 سنت ده على سعر الايفون اصلا اللي هو 549 دولار، هيبقى انت عندك اجمالي
$1236 و8 سنت. ارجع بقى زود لي بقى الحاجات اللي احنا قلناها، شويه الفكه، زود لي بقى السكه، زود لي العلبه، زود لي الكيبل، زود لي الرواتب، زود لي سعر الايفون الجديد اللي هو بقى المفروض ال 17 برو ماكس ده، احنا لو عرفنا نجيبه يعني هيوصل ل $2000 مستريح جدا. يعني لو عصروا نفسهم وما كسبوش او كسبوا مكسب بسيط، ممكن سعر الموبايل يوصل ل $1800. احنا داخلين على ايام سواد بسبب ابن المجنونه ده. وقيس على كده بقى حاجات كتيره جدا، مش الايفون بس، حاجات كتيره جدا جدا جدا. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم. بنحاول بنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليه عروض هتعجبك الفتره اللي جايه ان شاء الله. اي استفسار بالمبيعات وحركه السوق هتلاقيها على موبايل تربو، وتابع الصفحه دي برضو هتفيدك ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ان شاء الله. استنى رسائلك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، السلام عليكم.